وانت طيب يا كريم، ربنا يكرمك. الله يخليك. عايزين نعرف تفاصيل التجديد بالنسبه لشريف مع النادي الاهلي. والله بص يا شريف، كريم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. اثير في الفتره اللي فاتت حاجات كده الواحد يعني كان حزين منها قوي، ان شريف بيملي شروطه على النادي الاهلي، وان شريف بيزايد على النادي الاهلي، وان شريف وان شريف وان شريف. والكلام ده طبعا عاري تماما من الصحه. والمعلوماتك شريف ماضي مع الكابتن محمود الخطيب العقود من اكثر من اسبوع. تمام يعني. طب ليه تم الاعلان النهارده؟ ما لا، دي اجراءات بتاعت النادي. يعني دي اجراءات بتاعت النادي. يعني الجلسه اللي شريف قعد مع الكابتن محمود الخطيب فيها ما استغرقتش 10 دقائق يعني. تمام. وراح ماضيله على بياض، لان شريف مش ممكن يزايد على النادي الاهلي، ولا انا ممكن ازايد على النادي الاهلي، لان لحم الكابله من خير النادي الاهلي طبعا. وبعدين ده شريف يعني هقول لك مولود في النادي الاهلي. فانا حزين للكلام اللي بيتقال ان شريف بيزايد وشريف بيعمل والكلام ده. مين اللي قال كده يا كابتن اكرامي؟ الصحافه. وكان بينزل على المواقع ان شريف بيملي شروط. النهارده مكتوب في المصري اليوم ان النادي الاهلي وافق على شروط شريف. انا مش عارف بيجيبوا الكلام ده منين، وانا بقول لك ان شريف ماضي مع الخطيب قبل ما الخطيب يسافر الامارات عشان يحضر الاحتفال بتسليم جائزه النادي الاهلي كاحسن نادي، اللي هي جائزه الابداع الرياضي من دبي، جائزه الابداع الشيخ محمد بن راشد المكتوم. والكلام ده كان من يوم الاربعاء، يعني من فتره طويله. فانا مش عارف. والولد لما ملى شروطه على النادي الاهلي قعد مع الكابتن الخطيب، الكابتن الخطيب قال له امضي مضى، وقال له انا سايب لكم انتوا التقدير المادي وخلاص، والموضوع انتهى بالنسبه لنا يعني. تمام. اعلانها النهارده دي بقى دي اجراءات بتتم بين نائب رئيس النادي ومدير الكوره ومدير التسويق في النادي الاهلي، يعني او مدير قطاع الكوره هادي خشبه. وعلى فكره القعده اللي حصلت كانت بين الخطيب وشريف لوحدهم، ما كانش في حد حاضر خالص يعني. لا، والولد ماضي ومفيش اي مشاكل بالنسبه له يعني. تمام. يعني شريف موجود لمده موسمين ان شاء الله مع النادي الاهلي، وساب التقدير المادي او تحديد المقابل لاداره النادي الاهلي ولجنه الكوره. لجنه الكوره هي اللي هتقدر النواحي الماديه بالنسبه له. انا شايف ان التجديد ده هيدي راحه نفسيه لشريف، ويستقر طبعا مع النادي الاهلي اللي هو زي ما حضرتك قلت ان هو اتربى في النادي الاهلي وابن النادي الاهلي، واكيد هينعكس برضه على المستوى الفني للفريق ولشريف ان التجديد، ان اللعيب يعني دايما في الموسم اللي هيجدد فيه او لما عقده خلاص قرب يخلص بيبقى عنده شويه بيفكر في مستقبله، لكن التجديد ده هيدي راحه نفسيه لشريف وينعكس ان شاء الله ايجابا كمان على مستواه مع النادي الاهلي في الفتره القادمه. مما لا شك فيه طبعا ان الولد بعد الموضوع ما خلص طبعا حس بنوع من الراحه، وبعدين يكفيه ان اللي كان بيتفاوض معاه او اللي بيتكلم معاه، يعني مش عايز اقول اب ليه لكن عم ليه. يعني الخطيب بالنسبه لشريف مش نائب رئيس نادي، ولما قعد معاه مش نائب رئيس نادي، ده قاعد معاه كعم ليه او اب ليه، لانه متربي في وسط ولاده يعني. فعشان كده القعده ما استغرقتش حاجه يعني. راحه نفسيه بالنسبه لشريف مما لا شك فيه، راحه نفسيه بالنسبه للمسؤولين في النادي الاهلي مما لا شك فيه، راحه نفسيه لكل الناس مما لا شك فيه. وارجو يعني الناس تكون سمعاني ان يعني عيله اكرامي مش ممكن تزايد على النادي الاهلي في شيء، ولا تلوي دراع النادي الاهلي يعني. والنادي الاهلي ما بيتلويش دراعه ولا بيقف على لاعب ولا على حارس مرمى. بالظبط. فانا الحمد لله الموضوع خلص، وتعالى النهارده عشان الناس بس تبطل كلام في الموضوع دوت، وكل واحد يطلع برأي في حاجه زي كده. واللي صرح بيه سيد عبد الحفيظ النهارده ما خرجش عن الكلام اللي انا بقوله، ان الولد مضى وما فيش اي مشاكل، ولجنه الكوره هتقدر النواحي الماديه بالنسبه له والحاجات دي كلها ان شاء الله. طيب كابتن اكرامي، برضو حضرتك بقى كمدرب كبير وحارس مرمى عظيم طبعا في الكره المصريه، هسالك سؤال اكنك مش اكرامي، او يعني مش ابو شريف اكرامي اللي بيلعب دلوقتي في النادي الاهلي. في 3-4 حراس غير شريف في النادي الاهلي، في مسعد عوض، في محمود ابو السعود، احمد عادل، عبد المنعم، ولازم تجاوبني من الناحيه الفنيه، شايف مين يعتبر الحارس الاقوى في منافسه شريف في النادي الاهلي من الثلاثه اللي انا قلت لك عليهم؟ معلش انا بس اصحح لك معلومه يا كريم. يعني المفروض ان لما تيجي ترتب الكلام ده لازم ترتبه بالاقدميه. في شريف، بعدين احمد عادل عبد المنعم، وبعدين محمود ابو السعود، وبعدين مسعد عوض. تمام. لان انت قلت شريف وبعدين مسعد عوض وبعدين احمد عادل. يعني مش قصدي والله، بس يعني هي قلت الثلاث اسماء يعني. صحح معلومه لان دي تفرق كتير يعني. تمام.
احمد عادل، عبد المنعم، محمود ابو السعود، مسعد عوض امكانياتهم الفنيه كويسه قوي، وقادرين ان هم يعني يحرسوا مرمى النادي الاهلي وكل حاجه. مسعد عوض ولد لسه صغير، امكانياته كويسه، وانا يمكن اشتغلت مع مسعد فتره من الفترات لما كانوا مسافرين في افريقيا او في كاس العالم. الولد عنده امكانيات كويسه. اللي يحدد الكلام ده بقى مين؟ مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي. ما انا بسالك انت بقى كابتن اكرامي اللي ليه رؤيه فنيه كحارس مرمى. انا بقول لك الثلاث حراس كويسين وامكانياتهم الفنيه كويسه، لكن الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي ومدرب حراس المرمى بتاع النادي الاهلي دلوقتي قائم حاليا هو اللي يحدد مين اللي يبقى موجود او مين اللي يصلح او مين اللي ما يصلح. انا ما اقدرش اتكلم في حاجه زي كده عشان مش من حقي ان انا اتكلم فيها. لو انا المسؤول عن حراس مرمى النادي الاهلي مش هسمح لحد ان هو يتكلم في حاجه زي كده. اكيد ده اللي احنا اتربينا عليه في النادي الاهلي، كل واحد ليه اختصاصاته وكل واحد يتكلم فيما يخص. طيب كابتن اكرامي، ايه رايك في اداء النادي الاهلي لغايه دلوقتي في بطوله الدوري؟ لعب مباراتين، كسب نادي سموحه وكسب المباراه الاخيره نادي امبي 1-0، وتاجل له مباراه مع نادي الداخليه، والنادي الاهلي برضه كسب الانتاج الحربي 2-0. 3 ماتشات ب9 نقاط، وبدون ما النادي الاهلي يتعرض لاي هدف. يعني شباك النادي الاهلي او شباك شريف اكرامي لغايه دلوقتي نضيفه في 3 ماتشات، وبنقول ما شاء الله عشان ما نحسدوش. الحمد لله. طبعا بص يا كريم، لازم نكون متفقين ان الظروف اللي بتمر بيها البلد في الفتره اللي فاتت، وعدم وجود مسابقه وعدم وجود نشاط رياضي وعدم انتظام والحاجات دي كلها مأثره على كل الفرق. فانا شايف ان النادي الاهلي بالامكانيات اللي موجوده او بالظروف اللي بيمر بيها نتيجه للاصابات ونتيجه للغيابات اللي موجوده، لان طبعا لو جينا قلنا الاصابات اللي بيتعرض لها النادي الاهلي واللعيبه اللي بطلت واللعيبه اللي مشيت، تقريبا 70% من قوام الفريق. يعني حسام غالي وجده، وبعدين ابو تريكه يبطل، وبعدين وليد سليمان مصاب، وسيد معوض بركات مصاب، وعماد متعب مصاب، وبركات اعتزل. يعني 7 لعيبه 8 لعيبه مؤثرين بالنسبه لاي فرقه. فانا شايف ان الحمد لله الامور ماشيه كويس بالنسبه للنادي نتيجه للظروف اللي بيمر بيها ونتيجه لتوقف النشاط، لكن ان شاء الله الامور هتتحسن بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للفرق كلها، فان المستوى هيزيد ان شاء الله والامور هتبقى كويسه، وان شاء الله الامور تستقر والحياه ترجع بقى لطبيعتها الورديه بتاعتنا بتاعت زمان ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بشكرك